كشفت مصادر خاصة مطلعة للإمارات 71 عن صدور قرار بإعادة مجندي الخدمة العسكرية الإجبارية من اليمن إلى أرض الوطن خلال الساعات القادمة، وعدم إرسال قوات برية من المجندين على الإطلاق. تعرضت الدولة منذ الجمعة الدامية 4 سبتمبر لضغوطات شعبية كبيرة تدفع باتجاه إعادة قواتنا البرية من اليمن بصفة عامة ومجندي الخدمة الإلزامية الإجبارية الذين لم يمض على حياتهم العسكرية سوى بضعة أسابيع على وجه الخصوص. وظلت السلطات تنكر إرسال هؤلاء المجندين رغم امتلاك الإماراتيين دلائل تخالف رواية القوة المسلحة. وقبيل الإعلان عن استشهاد 47 بساعات نشرت صورة لولي عهد رأس الخيمة محمد بن سعود القاسمي، وهو منتسب للخدمة الإلزامية، قيل أنها التقطت له في اليمن في أوساط قواتنا البرية، مما أكد للإماراتيين أن حكومتهم لا تقول الحقيقة. فاجعة استشهاد 47 إماراتيا لم يكن حدثا يمكن تجاهله ولا تجاهل رد الفعل الشعبي الغاضب اتجاهه. وعلى إثر ذلك أيقن صناع القرار أن القوات البرية ليست هي الشكل المناسب للمشاركة في اليمن لاعتبارات عسكرية وعملياتية وأخلاقية يعرفها قادة القوات المسلحة وحكام الدولة وفق تفسير ناشطين لصدور هذا القرار. تكاد تكون هذه القضية إعادة مجندي الخدمة الإلزامية أول قضية رأي عام يكسبها الشارع الإماراتي، ليس بضغوطاته ومطالباته وإعلامه، وإنما بدماء نحو 50 شهيدا ارتقوا في اليمن. وتنبع استثنائية قرار سحب جنود الخدمة العسكرية أن صاحب القرار حريص على عدم إظهار الاستجابة لضغوط الشارع حتى لا يسجل سابقة يراكم عليها الشعب تجربة يطالب عبرها في شؤون كثيرة جدا أخرى بحاجة لعمل مضن من جانب الرأي العام أيضا.